السلام عليكم، تحية للجميع. هذا فيديو بخصوص الخبر ديال الفرقة الوطنية عن شباب المحمدية، وباش يعني نوضح أكثر ونعطي تفاصيل أكثر، لأن المسألة ما كتعلقش غير بسي هشام أيتمنى اللي كانوا استمعوا ليها تقريبا هذه واحد المدة. على حسب المعلومات اللي خديت بأن سي هشام كانوا تصنتوا ليه المدة هذه في إطار البحث في المالية ديال النادي اللي بدات يعني كيبحثوا تقريبا من 2015 حتى ل 2024. كانوا استمعوا ماشي غير سي هشام أيتمنى، استمعوا كذلك لأسامة الناصري اللي هو من بعد ولا هو الرئيس الحالي ديال الشركة وديال الجمعية، واستمعوا كذلك للسي أحمد صبحي كان هو أمين المال، والسي خالد عبادي هو يعني اللائحة توسعات ديال من بعد في إطار هذا البحث. استمعوا البدر عطي الله اللي هو كان نائب ولا كان امين المال مع سي اسامه الناصري قبل ما يتحيد، وسعيد قرقوري كذلك كان امين المال مع سي أيتمنى في فتره من الفترات. وهادو ملي كنقولوا استمعوا ما كنقولوش راه متهمين، غير في اطار يعني توسيع البحث من طرف الفرقه الوطنيه في البحث يعني الاسئله والبحث في الماليه ديال النادي. هاد الفلوس فين مشاو؟ كاين اللي فلوس اللي مثلا خرجوا اسبيس، علاش خرجوا اسبيس؟ دي فيرمون لما داروا؟ فهادشي كامل اليوم جاو طلبوا الوثائق من الفتره من 2020 حتى ل 2024. هاد الفتره فيها جوج ديال الناس اللي هما مهمين اللي تكلمت عليهم، هما سي هشام أيتمنى كان باقي ديك الساعه رئيس ديال الشركه الرياضيه وديال النادي، ومن بعد جا سي اسامه الناشري دوز سي زيد واحد الفتره، ولكن فتره غير قصيره ما كانتش طويله. مي اللي كانوا سيروا بشكل كبير في هذه الفتره، في هذه الفترتين بجوج من 2020 ل 2024 كان سي هشام وسي اسامه الناصري. وهنا غيتجبدوا بزاف ديال الحوايج، من بينهم هذيك المساله اللي كنتكلم عليها اسامه الناصري ديال مليار و 250 دخل منها قال لك غير تقريبا واحد 280 كما قال لنا ملي داز معنا في البرنامج في انفو سبور مع انا وسي محمد امين، وبالتالي كان غيوضع شكايه ما عرفتوش واش وضعها ولا لا. يعني في هذا الاطار ولا في هذا السياق راه غادي تعرف هاد الفلوس فين مشات، فلوس اخرين الا كانت مثلا ما كايناش فين مشات. وهذا الشيء جا في واحد الاطار واحد الشكايه كنظن كان وضعها شي واش مستشار جماعي، وكيقولوا بانه شي شخص اللي هو كان نافذ كذلك في السلطات تما في المدينه هو اللي كان وضع شكايه في الاول سي هشام أيتمنى ديال تضارب المصالح. هادشي علاش جا هاد التحقيق، ومني تفتح التحقيق وكان ديك الساعه ما بقاتش واقيلا مساله ديال تضارب المصالح بين المحمديه انه رئيس المحمديه سي هشام أيتمنى ورئيس ديال المجلس البلدي ولا هذا. ف هذاك التحقيق اللي تفتح بقى مستمر الى يومنا هذا تقريبا شي سنه دابا، وكاين الفتح كاين فتح التحقيق هو مفتوح. غير كاين هذا مؤخرا كما كيقولوا الناس ديال المحمديه حسوا بان كاين تسريع ديال الوتيره ديال هذا التحقيق هذا في الوثائق، خصوصا الشق المالي باش يعرفوا الفلوس المنح اللي كانت كتجي ديال السلطات الدعم فين كتمشي فين تصرفات اوجه صرف ديالها. ويعني داك الشيء راه غيكون بالوراق بالوثائق، وبالتالي فين غيوصل هذا الشيء اشنو النتائج ديال التحقيق ما نقدروا نقولوا حتى شي واحد راه مورد، ما نقدروا نقولوا حتى شي واحد راه متهم، حتى شي واحد الان كيستمعوا لكل شيء. وبالتالي هما من خلال الفرقه الوطنيه ولا هذا راه عارفين خدمتهم، عارفين شنو كيديروا، عارفين يعني امتى يوقفوا هذا التحقيق ولا شنو غادي النتائج ديالو. بناء على النتائج ديالو ممكن تكون قرارات. وبالتالي ما كانش غير سي هشام أيتمنى اللي كتبنا عليه الصباح بانه جاو باش يهضروا على الفتره ديالو، مي هضروا على من تقريبا 2015 وما كيدقوا، والفتره الاخيره كيف قلت هي 2020 2024 وفيها حتى سي اسامه الناشري اللي هو استمعوا له. وهاد الاسماء اللي ذكرت حتى هما راهم استمعوا لهم. وغدا على حسب العلم ديالي مستدعين اداري ديال الفريق اللي هو سي محمد المالكي باش هو يستمعوا ليه في اطار تعميق البحث في هذه القضيه هذه. هذا كان تفاصيل حول هذه الماليه. كنظن الا كانت شي معلومه اخرى غفلت عليها ولا ما صحيحاش فالناس ديال المحمديه لسي اسامه ولا الاخوه اللي كاينين تما يقدروا يتصلوا بيا او لا يخرجوا يوضحوا، ربما تكون عندهم ندوه صحفيه دابا اللي غيوضحوا فيها بعض الامور. تحيه للجميع.